السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نعمل ميكس جريل. نعملها بقى بطريقة سهلة، وعلى فكرة مش هتكلفنا قوي. هنعملها بطريقة سهلة والطعم بقى ما اقولكوش تحفة. هنعمل صينية كده ميكس جريل، يعني من اللي بتاكلوها في احلى المطاعم، مع 3 انواع من التومية بطعم بقى ما اقولكوش تحفة، وسلطة الطحينة بتاعت المحلات. هجيب الكبة واحط فيها 3 بصلات متوسطين، ومعايا طماطمتين، ومعايا قرنين فلفل، وهضربهم بقى في الكبة دي كويس قوي لغاية ما ينعموا معايا. بعد كده هصفيهم، هجيب بولة واجيب المصفى واصفيهم خالص، اخد المية بتاعتهم. انا دلوقتي في التتبيلة بتاعتي اكتر حاجة محتاجاها المية بتاعتها، وبرضه هحتاج التفل. بعد ما صفيتهم وخدنا المية دي زي ما انتوا شايفينها كده، هقسمها على بولتين، وهسيب شوية كده صغيرين على جنب. هقول لكم هنعمل بيهم ايه. هناخد اول بولة كده عشان خاطر نتبلها للحمة المشوية، واحط عليها ملح وفلفل اسود و7 بهارات او بهارات لحمة، وحبهان مطحون، واحط عليها معلقة صلصة ومعلقة خل ومعلقتين زيت، وهقلبهم كده مع بعض كويس قوي. وكان عندي في التلاجة كام حتة لحمة انتركوت متقطعة شرايح كده زي ما انتوا شايفينها، واحنا عارفين ان اللحمة مش بتتغسل. هنزلها على طول في التتبيلة بتاعتنا، واضيف عليها معلقة من دبس الفلفل اللي احنا كنا عاملينها مع بعض. ده المشوي هيخلي طعم اللحمة تحفة حلو جدا. واقلب اللحمة في التتبيلة كده واسيبها على جنب. تاني حاجة هناخد البولة التانية، هنتبل بقى البانيه المشوي. هنحط عليه معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة بصل بودر، ومعلقة صغيرة توم بودر، ومعلقة زعتر، ومعلقة بابريكا مدخنة، ورشة من الجنزبيل، ومعلقة صغيرة من بهارات الفراخ. وبرضه هنحط معلقة من دبس الفلفل، ومعلقة كبيرة من الصويا صوص، ومعلقة خل، ومعلقتين زيت. وهنحط نص كوباية حليب، أو ممكن نص كوباية زبادي، يعني حليب أو زبادي. أنا حطيت حليب. وهنقلب التقليبة دي مع بعض، وننزل بقطع البانيه بتاعتنا، طبعا غسلين البانيه كويس قوي بالملح والدقيق والليمون. تالت حاجة هنعملها الكفتة المشوية. جبت نص كيلو لحمة مفرومة زي ما انتوا شايفينها هي ملبسة. احنا طبيعي بنحط لكل نص كيلو بنحط حوالي 100 جرام 150 جرام بوش أو ليا. أنا رحت حاطة عليها حتة صغيرة خالص من الليا، كنت بشراها كده وحاطة، لأن اللحمة فيها دهن كتير. ونضيف عليها بشر البصل والطماطم اللي احنا شلناها على جنب اللي من غير مية. هنحط حوالي ايه، يعني قد بصلاية كده صغيرة، ما نحطش كتير. وانزل عليها برشة ملح صغيرة، يعني نص معلقة من بتاعة البهارات ملح، ونص معلقة فلفل اسود، وكيس من بهارات كفتة الحاتي الجاهزة. ونضيف عليهم معلقة كبيرة من النشا، بتسحب أي سوائل موجودة في الكفتة طبعا. ونقلبهم وندعكم كلهم مع بعض. أنا هحطهم في الكبة علشان تتفرم معانا كلها مع بعض. ممكن تعمليها انت بإيه، خليط الكفتة زي ما انتوا شايفينها، ضربته في الكبة ونعمته، وكنت شايلة على جنب شوية مية بصل ومية الطماطم اللي قلت لكم هنسيبها على جنب، ونقول شوف هنعمل بيها ايه. حطيت عليها ملح وفلفل اسود وشوية زيت، وجبت بقى عيدان الشيش، وهبتدي بقى ايه اشكل الكفته بتاعتي. طبعا اعمليها باي شكل تحبيه، تحبيها رفيعه تحبيها تخينه براحتك. انا عن نفسي بصراحه ما بحبش الكفته تبقى رفيعه، بحبها تبقى تخينه كده شويه عشان احس باللحمه. وطبعا احنا عاملين التتبيله بتاعتها بسيطه جدا، وما حطيتش بقدونس. انت لو حابه تحطي بقدونس ممكن تحطي، انا ما حبيتش ان انا احط المره دي بقدونس. وابتدي اشكلها كده زي ما انتوا عايزين، وانا بشكل ابل ايدي بالميه بتاعت البصل والطماطم لغاية ما اخلص الكمية زي ما انتوا شايفينها كده. ودي بقى هاسيبها، انا بعمل من بالليل كل ده، وهغطيه كله واشيله في التلاجة لغاية بكرة قبل الغدا بساعة. اطلع وابتدي بقى ايه اسويه. تاني يوم بقى قبل الغدا بساعة قلت بقى اعمل الرز. حطيت حلة على النار وحطيت فيها شوية زيت ذرة، وانزل عليها بقى بلومي وورق لورا وحبهان وقرنفل. ولو عندك عود قرفة، بصراحة ما كانش عندي، ممكن تحطيه. يا دوبك تقلبتين ريحته تطلع، انزل عليهم بشوية بسلة وجزر. انا قلت المرة دي بدل ما اعمل الرز كده سادة هعمله بالبسلة والجزر، تغيير وبيدي طعم حلو، تبقى وجبة كاملة ومتكاملة. اقعد اقلب فيهم واشوح فيهم كده، وكون بقى نقعة الرز بتاعي البسمتي، بنقعه يا دوبك 10 دقايق بس.
جايبة نُص كيلو رُز هندي، في أصفر وفي أبيض، أنا أول مرّة أجيب الأبيض، على طول باجيب أصفر، المرّة دي البياع قال لي خديه ده حلو جدًا، قُلت أجرّبه. أنزّله كده على البسلة والجزر وأقعد أشوّح فيهم وأنزل عليهم طبعًا بالملح ما ننساش، وأروح نازلة عليهم بالمَيّة، لكل كوباية رز بسمتي بتاخد كوبايتين مَيّة. وانزل عليهم بمعلقة صغيرة لون الزعفران، لو ما عندكيش زعفران حطي كركم، الزعفران بيخلي اللون حلو جدا، واقلبه واسيبه بقى لغاية ما يستوي، اول ما يشرب اوطي عليه النار 5 دقايق واطفي عليه، وهبتدي بقى اسوي الحاجات بتاعتي. اللي جبت الكفتة وجبت بولة حطيت فيها معلقة صغيرة من البابريكا المدخنة ومعلقة زيت وملح وفلفل، ودهنت الوش كده، طبعا مشغلة الفرن على درجة حرارة 200 220، هادخّلها وما نغيّبهاش عشان ما تنشفش، وحطيت الجريل على النار وسِبتها لمّا تسخن كويس جدًا، ودهنتها بشوية زيت، ونزلت بقى باللحمة الشرايح بتاعتنا الانتركوت أو الروز بيف، واحطها كده، ويا ريت لو الجريلا ليها غطا نغطيه عشان اللحمة تستوى معانا كويس، وأول ما ألاقيها كده نزّلت السوايل بتاعتها وشربتها تاني واللون من تحت اتغيّر، ما بتاخدش وقت وبتستوى معانا بسرعة جدًا. وأخدت الجزء التاني بتاع الجريلا وحطيته على النار برضه يسخن كويس أوي ودهنته زيت، وأول ما سخنت كويس أوي أنزل بقى بقطع البانيه بتاعتها، نرصها كده على الجريلا ونسيبها برضه لغاية ما تاخد اللون من تحت، في الأول النار بتبقى عالية، بعد كده لما تيجي تاخد اللون نهدي النار تبقى شوية عالية عشان ما تتحرقش مننا، أول ما تاخد اللون من تحت على طول نقلبها على الناحية التانية، وبتستوي بسرعة وبتبقى طعمها حلو جدا. وكان عندي في الفريزر سمبوسة كده محشية جاهزة جبنة ولحمة مفرومة، فقُلت بقى إيه، أعمل واحدتين كده بالمرّة، وبعد ما قليتهم برضه لقيت عندي في الفريزر ممبار، فقُلت بقى أكمّل mix grill، أعمل بقى صينية حلوة جدًا، برضه حمّرت شوية ممبار زي ما أنتم شايفينه كده، الممبار ممكن تعمليه وتحطيه في التلاجة يقعد معاكِ فترة، بس يكون مستوي مش ني. الرز معانا استوى زي ما أنتم شايفين، وشايفين لونه حلو جدًا، جدًا، الزعفران بصراحة بيخلّي لونه تحفة، حلو جدًا. والرز الهندي الأبيض طلع حلو أوي، أنا أول مرّة أجيبه بس بصراحة طلع حلو هاجيبه على طول. فردته كده في الصينية زي ما أنتم شايفين، وابتدي بقى أرص بقى اللحمة والكفتة والأكل بتاعنا، واللحمة المشوية طلعت جوسي وحلوة جدًا جدًا، ولا البانيه طعم التتبيلة حلو جدًا، فيها تتبيلة بسيطة، واللحمة والبانيه طالعين جوسي وحلوين جدًا. صينية الميكس جريل بتاعتنا زي ما أنتم شايفينها وشايفين الكفتة، الكفتة جوسي وحلوة جدًا، أهم حاجة ما تغيبهاش في الفرن، ولونها حلو جدًا، على فكرة اللون مش باين، الكاميرا مغمقة الأكل، لكن الأكل لونه وطعمه كان حلو جدًا، جدًا، عملناه بتتبيلة سهلة وخفيفة وحلوة. يالّا جربوها واعملوها في الأعياد والعزايم بتاعتكم، أهم حاجة ما تنسوش اعملوا إعجاب للفيديو، اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.